وأي أسبوع وأي شهر يمر. لماذا خلقوا تونس؟ لماذا خلقوا ليبيا؟ لماذا خلقوا الجزائر؟ لماذا خلقوا سوريا؟ لماذا؟ لكي تبقى هذه الأمة مشلولة، غير قادر على توحيد الماء، غير قادر على توحيد الغذاء، غير قادر على توحيد اليد العاملة، غير قادر على توحيد حتى أفكارها. ولماذا تبقى يريدون لها أن تكون مشلولة؟ لكي يتمكنوا هم فقط من العمل بجدية. أما نحن كندور كنتسركل في مواقع التواصل، كتطلع لي واحد الصوره ديال واحد المراه في البحر هزه حوته وملقيها الكاميرا، زعما شوفوني انا مصيده حوته من المحيط الاطلسي اللي تابع للسياده المغربيه في مدينه القويره، اللي كيوصفها البعض بمدينه الاشباح لان ما فيها الساكنه او قندهار كيف ما كيسميها بعضين. وهزه واحد الشرويطه، ما هي العلم ديال فلسطين، ما هي العلم ديال الكويت، ما هي ديال السودان، ما هي حتى شي حاجه. نفس الدره اللي هازه هي اللي كتكون في مخيمات تيندوف فين كاينين وحدين كيسميو ريوسهم البوليزاريو. لكن اش جاب هذه لتما؟ بغينا نهضروا بحياديه وما نجيو من حتى واحد، لكن الحياديه في بحال هاد المسائل هي خيانه للوطن، الوطن اللي كان كيمتد الى نهر السنغال، الوطن اللي كانت فيه موريتانيا اقليم شنقيط المغربي، اللي كانوا الاعيان ديالو كيبايعوا السلطان المغربي امير المؤمنين. موريتانيا الدوله اللي تاسست في نصاصات الليل تحت خيمه في نواكشوط. ياك غير في الستينات كانوا جدودنا كيقراو هاد الخريطه، خريطه الوطن، الوطن اللي ضحاو على قبلو جدودنا. من امتى تيندوف كانت جزائريه؟ ياك باشا تيندوف كان كيبعث بالبيعه لسلاطين المغرب حتى 1956. قبائل تلمسان وهران بايعات مولاي عبد الرحمن وولده محمد الثالث، وعلى قبلهم شن المغرب معركه ايسلي. بطولات سطروها جدودنا المجاهدين ضمن واحد من اعتى واشد جيوش التحرير في البلاد الاسلاميه، جيش التحرير المغربي اللي مكون اساسا من القبائل المغربيه الاصيله اللي ما كيعرفوا غير الله والحريه، القبائل اللي حاربات الاحتلال بالخيل والبارود وكبداتو خسائر فادحه. هاد الوثيقه اللي كانت مع معاهده لاله مغنيه هي وثيقه من الارشيف الفرنسي، فيها مراسله ديال سكان منطقه تيندوف سنه 1962 تيقولوا فيها السلطات الفرنسيه بانهم مغاربه. هذه ماشي مجرد ارض خلاء ما صالحه لوالو، بل هذه قطعه من احجيه امه عمرها اكثر من 12 قرن. الدوله الامه اللي تعرضت لمشروع استعماري تقسيمي جزء اراضيها التاريخيه، لكن رغم ذلك قاومات وحرات نفسها رغم خونة الداخل وعملاء الاحتلال. إبراهيم غالي رأس الحربة ديال بوليزاريو السبت 14 نوفمبر 2020 من مخيم الرابوني على الأراضي الجزائرية اللي هي المقر القيادة العليا للبوليساريو، قال أنه حس بالحجرة واعلن على انتهاء وقف إطلاق النار وخرق الالتزام قانوني أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن. لكن شمن وقف إطلاق النار كيهدر عليه؟ وشكون هما هاد البوليساريو؟ سيداتي سادتي، حلقة اليوم على البوليساريو. شكون هما؟ فين كاينين؟ فين كيدربوا؟ شحال عندهم ديال السلاح؟ وشحال ديال المدرعات القتالية؟ وشنو القصة ديالهم؟ وكيفاش تولاو جبهة انفصالية تيقولوا ان المغرب محتل لهم اراضيهم؟ وشنو قصه 16 عام اللي شبكات فيها قرطاس ما بين الجيش المغربي والجبهه؟ وشنو قصه الاسرى المغاربه اللي عذبوهم البوليساريو؟ وشكون الدول اللي كتعترف بهم؟ وشنا هما هاد المناطق العازله؟ وامتى اول مره قالوا المغاربه المغرب من طنجة للقويرة؟ وشنو كاين في القويرة وعلاش كاين مشكل القرقارات؟ رخي لي ديك الودينه وتصنت ليا مزيان وبقى معايا حتى الاخر غنجاوبوا على شلابك وحوايج. طنجره مقوفله مزيان ارا نحلوها ونعرفوها باش عامره. اعطونا لايك واشتركوا في القناه وتابعوني على الانستغرام وتابعوا هاد الوليد زوين اللي عندهم محتوى واعر وكيستحق الدعم وكيستحق انكم تتابعوه لانه كيبذل مجهود كبير في صناعه محتوى هادف وزوين. على بركه الله. 10 ماي 1973 17 صحراوي مجاهد عندهم 8 المكحلات قديمه، جوج منهم ما خدامينش وخمسه ناقات وشويقيق ديال الذخيره، من بينهم الوالي مصطفى السيد رقيبي اللي عنده 23 عام، والمحجوب السالك ابراهيم غالي والبشير دخيل ومحمد امين البوهالي من تيندوف ومحمد عبد العزيز. تجمعوا في خيمه في مدينه زويرات الموريتانيه وعمروا عليها بريريداتاي وقالوا احنا اللي غنقاوموا الاستعمار الاسباني، واعلنوا تنظيم البوليزاريو اللي هي باختصار بالصبليونيه.
فرينتي بوبيلار دي ليبرسيوني دي ساقي الحمراء ريو دي اورو، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. كان الهدف من هذه الجبهة رفع الظلم على الصحراويين اللي كانوا عرضة للإبادة من طرف الإسبان اللي كانوا محتلين جنوب المغرب لأكثر من 126 سنة. كان آخرها أحداث الزملة أو ثورة البصيري. المؤتمر التأسيسي الأول كان ما فيه لا راية لا والو، تكتبوا فيه 8 المبادئ وكان تحت شعار بالبندقية ننال الحرية. وقبل ما ينظموا الجبهة كان ديجا الوالي السيد كيطلب ويرغب في الأحزاب السياسية تدعمه. المغرب ديك الساعة كان باغي الحل الدبلوماسي فما تسوقش ليهم ومشاو داروا شرع يديهم. ما كانتش هذه أول حركة ديال التحرير، بل كان قبل منها الحركة الطليعية لمحمد البصيري اللي حتى هي كانت مناهضة للاحتلال الإسباني. محمد البصيري اللي شدوه صبليون في الحبس وغبروه ليومنا هذا ما كاينش الأثر ديالو. وقبل منه جيش التحرير المغربي منين خدا المغرب الاستقلال ديالو عام 1956. بزاف من أعضاء جيش التحرير ما قبلوش الاستقلال الناقص ورفضوا ينضموا للقوات المسلحة الملكية وهبطوا للجنوب حالفين يجاهدوا في سبيل الأرض ضد المستعمر الإسباني. 10 فبراير 1953 هجم الجيش الإسباني مدعوم بالمدفعية الثقيلة والدبابات والطائرات الحربية على الصحراويين والجيش التحرير، أكبر إبادة وجريمة في حق الإنسانية. العملية اللي تسمات إيكوفيون اللي كتعني الشطابة قدم المغرب مذكرة للأمم المتحدة طالب فيها بالأراضي الصحراوية بأنها جزء من التراب الوطني سنة 1966، وحتى موريتانيا طالبات بالصحراء. وبداو بوليزاريو كيكونوا في الجيرية حرب العصابات، وبدات كتقوم خلايا سرية ضد الإسبان اللي كان متواجد بالفيلق ديالو. العملية الأولى ديال بوليزاريو هي الخنقة، فاش طوقوا مركز الحراسة الحامية الإسبانية وكتفوا الحراس نصارى اللي كانوا لاعبين داما وكيقرقبوا في الويسكي في أجديرية. الدعم الاول كان من عند الصيقع ديال معمر القذافي. اسلحه الكلاشينكوفات الاولى كانت اسلحه ليبيه. اول تدريب دار في بشار الجنيين في الجزائر 1975، واول نواه المخيمات تشيندو في 7 الخيام كان في 1974 فين عقدوا المؤتمر الثاني. هنا فين دخلت الجزائر على الخط وبدات كتحرف نوايا البوليزاريو. واكيد ان اللي كيعطيك ريال اليوم تسنى غدا يقول لك الحسليه طوابقي. الدعم الجزائري بالسلاح البوليساريو ما كانش فابور، تحيد مصطفى الوالي ودار في بلاصتو محمد عبد العزيز. هنا فين غتحول البوليزاريو من حركه تحريريه ضد الاستعمار لدعوه انفصاليه، ونضغوا بيناتهم وتسجنوا القياديين الاولين للبوليزاريو اللي ما موالينش للجزائر. عام ديال التعذيب والجوع في مطامير تحت الارض حسب ما تيحكي البشير دخيل اللي هو من المؤسسين. في 1974 علن بومدين الرئيس الجزائري في مؤتمر القمة العربية أن قضية الصحراء كتهم المغرب وموريتانيا فقط وما عندوش هو داخل في هذا الشيء. الرئيس الجزائري هو بومدين اللي حكم الجزائر بعد ما دار انقلاب عسكري على بن بلة، واللي كان معروف عليه أنه كيعادي النظام الملكي. في خطاب مؤتمر عيد العمال قال والله لا ندير الحشرة في صباط المغرب. هذا الشيء راجع لعقدة حرب الرمال اللي كانت بين المغرب والجزائر في 63. وديمقراطية المملكة الموروثة عن العهود الغابرة. والشمس ما تقدرش تتغطى بالغربال، ولا يمكن أبدا أن نفتخر بديمقراطية البوس على اليد والبوس على الجلبة، لأننا شعب حر، لأننا أسياد، وهذه ديمقراطيتنا. مخيم الرابوني مقر القيادة العليا للبوليساريو بالنسبة لهم، كاين في تشيندو في الجزائرية، وفيه فين كيسيروا شؤون واحد الحاجه كيسميوها الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه اللي ما كتعترفش بها الامم المتحده، واخا عندها عضويه في الاتحاد الافريقي و23 دوله كتعترف بها بحال الجزائر وموريتانيا وكوريا الشماليه ومالي والزيمبابوي والموزمبيق. لان اي كيان بغى يسمي راسو دوله خاص تكون عنده 3 ديال الحوايج، 3 ديال الشروط قانونيه: يكون الشعب، وتكون سلطه يعني حكومه وبرلمان، وتكون الارض. وهنا في الجمهوريه المزعومه ما عندهاش اعتراف دولي، واخا مصايبين لاكارت ناسيونال ديالهم الا انهم لا بغاو يخرجوا برا، مثلا بغاو يمشيو لاوروبا فكيخرجوا بباسبور جزائري لان ديك لاكارت حتى واحد ما معترف بها. لكن واخا هكاك هما متيقين راسهم ومديرين العمله ديالهم البيزيطه، ومديرين شعار ورايه ووزارات وجيش وبوليس، بل وكيعتبروا ان الصحراء المغربيه هي ارض ديالهم والمغرب محتلها ليهم. وديك المناطق العازله اللي شرق الجدار الرملي هذه كيسميوها هما المناطق المحرره، وكيعتبروا ان العاصمه ديالهم هي مدينه العيون، ومدايرين ايداع ديالهم. لكن لا الامم المتحده ولا جامعه الدول العربيه ما معترفينش بيهم، وكيديروا استعراضات ديال جنود البوليزاريو وباللي عندهم سلاح ومستعدين للحرب.
لكن اش من سلاح عندهم؟ 50 دبابه تي 55 صدق عليهم السوفيات، 20 دبابه 62، 4 ديال اس كي 105، 100 ديال المدرعات القتاليه بي ام بي 1 وموديلات قديمه من الكاتيوشا والكلاشينكوفات، بازوكا وحده مضاده للدبابات، ومدافع لافره شويه من هوستر 122 ملم على المدى البعيد، زائد 10 ديال راجمات صواريخ بي ام 21 وام 122. لكن هادشي كله لافيراي كيرجع تاريخه ل 1960 وما عندهم حتى شي سلاح جو، ودبروا على نوع جديد من الصواريخ المضاده للطائرات من نوع اس اي 16 تم التهريب ديالها من ليبيا في الثوره ديال 2011 لان عناصر من بوليزاريو شاركوا كمرتزقه في الحرب الليبيه، وتم التورط حتى ديال ايران وتنظيم القاعده فانهم كيمولوا هاد البوليزاريو، وهاد العتاد كامل كاين في مخيمات الرابوني في الأراضي الجزائرية. 27 فبراير 1976 كان جلاء آخر جندي إسباني من الصحراء. الوالي السيد زعيم البوليساريو من مخيم بير الطولات بالجزائر خرج بإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. تم نفس الخطاب نفس الكلمات تعلنات من التلفزة الجزائرية والتلفزة الليبية رغم أنها كتفتقر لأبسط مقومات الدولة واللي هي السيادة. من بعد المسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 1975 جاءت اتفاقية مدريد ما بين المغرب وموريتانيا وإسبانيا، انسحاب إسبانيا وتقسيم الصحراء بين المغرب اللي خدا الساقية الحمراء وموريتانيا اللي خدات وادي الذهب. البوليساريو ما تسرطاتش ليهم فبداو كيشنوا حرب العصابات على المغرب من جهة الساقية الحمراء وعلى موريتانيا من جهة أخرى في وادي الذهب. الحرب على موريتانيا خلق لها أزمة اقتصادية داخلية، وقاد قائد أركان الجيش المصطفى بن محمد السالك انقلاب عسكري على المختار ولد داداه سنة 1978. المصطفى السالك اللي غيوقع اتفاقية نواكشوط مع ممثلي الجبهة كيتنازل لهم على وادي الذهب باش يدخل المغرب بعمليات عسكرية ويتوغل في المناطق الجنوبية في معركة طنطان والمحبس وبيرنزران. وفي 1979 اعلن على استرجاع اقليم وادي الذهب تما فين غيبدا البناء ديال الجدار الامني. و20 غشت 1979 صدرات وزارة الداخلية مرسوم إنشاء عمالة جهة وادي الذهب وتنظم حفل الولاء في مدينة داخلة في عيد العرش كإعلان مباشر باللي منطقة وادي الذهب جزء لا يتجزأ من التراب المغربي. تم غتقال لأول مرة في الخطبة ديال 8 الجملة الشهيرة ديال المغرب من طنجة للقويرة. شبكات قرطاس بين البوليساريو والمغرب في عدد من المدن، حرب عصابات ما بين جيش نظامي مغربي عنده إمكانيات كبيرة وجيش غير نظامي ما معروفش كل القائد ديالو. هاد الحرب اللي تسبات المغرب على مدى 16 عام من 1975 حتى 1991 تاريخ وقف إطلاق النار في مقتل 30,000 عسكري مغربي و2400 أسير شداتهم بالبوليساريو أحياء وبقوا عندهم في السجون السرية لأكثر من 20 عام، ومقتل حوالي 700 من خيرة الضباط والطيارين المغاربة. البوليساريو اللي عاونهم الجنرال جياب من الفيتنام اللي غلب ميريكان جا 30 دوفور راهم كيفاش يضربوا المغرب. التأطير ديال فيديل كاسترو اللي ربحوا مع حرب العصابات في كوبا جابوه الجزائريين ونصحوهم، وجا الطاقم اللي اشتغل مع المارشال تيتو في حربه ضد هتلر في الجبال، لكن رغم ذلك قدر الجيش المغربي يسيطر على أراضيه ويجري على العصابة خارج الجدار. 1 شتنبر 1991 بعثة المينورس غادا تنشر أول 100 مراقب عسكري في الصحراء باش يراقبوا وقف إطلاق النار ما بين المغرب والجبهة، ومعولين يديروا استفتاء تقرير المصير حول الصحراء مورا عام، الشيء اللي ما دارش الى حدود الان. علاش ما دارش؟ الجواب غادي يكون في الحلقه الماجيه لان غنشرحوا فيه بزاف ديال الحوايج. الناس دابا كتهضر على الحرب مع البوليساريو، تخيل انت عندك مؤسسه عسكريه قائمه بذاتها فيها سلاح الجو والمدرعات والمظليين وسلاح البحريه، وعندك اجهزه اخرى كتدعم القوات المسلحه بحال الجندارميري بريفوتال او الدرك الحربي اللي فيها لواء الامن والتدخل الخاص البي اس اي، وفيها القوات الخاصه جي يو اس، ومجموعه الانقاذ والتدخل الجوي جايجر، وفرقه القناصه سنايبر تابعه للجي اس اي. وبلاش هادشي كامل موريتانيا دوله ماشي تا ميليشيات. نهار وقع عندهم انقلاب في 2003 بقياده صالح ولد الحنه على رئيس موريتانيا معاويه ولد سيدي احمد طايع، الملك صيفط لي غير كتيبه ديال القوات المسلحه من الفيلق الرابع، فشلوا الانقلاب في ليله واحده. هادشي كامل بلا انه عندك جهاز استخبارات سميتو لاجيد من اقوى الاجهزه الاستخباراتيه الخارجيه
ومصنف عالميا وعنده بيرويات خاصة كتبان غا وقت الحرب بحال مكتب الأجهزة العلمية والتقنية ومختبر الأبحاث والتحليلات الحربية ومكتب الاستشعار البعدي الفضائي. سرب من العشرات من الF-16 في قاعدة بن قرير في حالة تأهب قصوى، فضلا على سلاح المدفعية والمئات من دبابات الأبرامز اللي حتى هي في حالة تأهب في مختلف تكانات الأقاليم الجنوبية. عندنا أكبر حقل ألغام في العالم منشور على مدى 2700 كيلومتر، عامر بكثر من 7 مليون لغم، وموراه جدار امني مضوبل 3 ديال الخطرات. حاصدة الارواح، الدرون الهجومية الامريكية، وحش السماوات، MK9 ريبر اللي نفسها استخدمات في اغتيال قاسم سليمان. المغرب عنده هذا النوع من الدرون ويمكن ليه يخوض الحرب في الرابوني وهو مكسل مع راسه في القاعدة في بن قرير. فاذا ضربت فاوجع، فإن العاقبة واحدة. نحن المملكة المغربية الشريفة بشعبها قبل قيادتها، بمدنيها قبل عسكريها، وبتاريخها قبل حاضرها. السلام على من أراد السلام، والويل والثبور لمن يخرج الأسد من عرينه. هذه قضية وطن، إن نعيش عشنا كراما وإن نموت متنا كراما. والتشي مزنزن ما بقى كيتيق باللي وحدين عايشين في القياطن وكيضربوا بباطات ديال الحوت ديال الجزائر والمساعدات، غادي يحروا ناس عايشين في خير الله في مدينة العيون. سيداتي سادتي، حلقة اليوم سلات غتكون لنا مازال حلقة أخرى على البوليساريو، غنشرحوا فيها بزاف، باقي بزاف ديال اللعيبات غادي نشرحوها إن شاء الله. غنزيدوا نشرحوا اتفاقية وقف إطلاق النار وشنو كان في الاتفاق العسكري رقم 1، ونشوفوا علاش من 1991 ما دارش تقرير المصير وما دارش استفتاء في الصحراء، ونشرحوا بالتفاصيل مشكل القرقارات، ونعرفوا علاش المغرب خلى هذه المنطقة العازلة رغم أنها داخل الأراضي، ونشوفوا كيفاش قضية تيفاريتي وبير الحلو اللي كينظموا فيهم البوليزاريو المؤتمرات ديالهم وكيعتبروهم مناطق محررة. الحلقة غتكون قريبة إن شاء الله. ما تنسوش ديروا جام وابوني وتتابعوني على الانستغرام وتتابعوا هذا الصديق هذا الزوين اللي عندهم قناة واعرة. اللي عنده شي سؤال يحطه في كومنتير غادي نجاوبه في الفيديوهات الماجين. شكرا لكم بزاف، كان معكم خوكم وحبيبكم يونس مسرار. يحيى الوطن، السلام عليكم، دوزوا بخير. وبروح المسؤولية نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع، فأما أن يكون المواطن مغربي أو غير مغربي، وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب، ودقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة. فأما أن يكون الشخص وطنيا أو خائن، ليختار الصحراويين بالمخيمات القيادة التي تشعر بمعاناتهم ويمكن أن تبحث لها عن حل. القيادة الحالية لا تشعر بمعاناة الصحراويين، القيادة الحالية تعيش في نعيم قرب شعب يعيش بالجحيم. إذن فبالتالي هي قيادة يخدمها الوضع الراهن وتريد أن لا يتم الحل، لأنهم استغنوا وكونوا عصابات مافيا تلعب بملايين الدولارات على حساب معاناة النساء والأطفال والكهول تحت الخيام